وأرض أفغانستان أيضا الحمد لله في ميدان العلم قد ازدهرت، لكن نحن كنا مشغولين هنا بالجهاد. أبو داود السجستاني رحمه الله هو من سحاة 6 من أفغانستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم إلى أفغانستان الميمون ونشكرك لمجيئتكم. علماءنا الكرام، أنا أقول كلمتين. تقريبا قبل 50 سنوات جاء من عالم الإسلامي كما جئتم اليوم، وكان في رأس هذه الوفد من كبار العلماء العالم الإسلامي، من أشهر العلماء في هذه الوفد علامة أبو الحسن علي الندوي. وكان في هذا الوقت يعني الذي جاء إلى أفغانستان قبل 50 سنة، منهم من كبار العلماء لمملكة السعودية العربية ومن أكثر ممالك الإسلامية. فلما يجي إلى كابول وإلى 6 ممالك في هذه الخط، وقد ألف أبو الحسن علي الندوي رحمه الله كتابا وسماها من نهر كابول إلى نهر يرموك. تفحصوا هذا الكتاب يا شيوخنا الكرام. فلما يجي إلى أفغانستان فيعنون عنوانا مناسب لكتابه. لما يجي يعني هذا السفر إلى 6 ممالك لهذه الخطة، سفر أول من السعودية إلى أفغانستان، ويسمي هذه المنطقة بأرض الغزاة والفاتحين. الحمد لله، هذا لقب لنا من كبار علماء العالم الإسلامي قبل 50 سنة. هذا الكتاب باللغة العربية من نهر كابول إلى نهر يرموك. فقد يسمي هذا الكتاب عنوانه الأول أرض الغزاة والفاتحين. الحمد لله ونشكر الله على أنعم علينا في كل زمن، يعني أرض أفغانستان وشعب أفغانستان أرض غزاة. يعني بهذا اللقب قد أنعمنا الله عليه ونشكره. هذا هو كلمة واحدة، هذا هي مشهورة لكل العالم. نحن ما نقول بهذا، يقول بهذا علامة إمام شمس الدين الذهبي التركماني الشافعي في كتابه المسمى بسير أعلام النبلاء. يعني الشعب الأفغاني يذهبون إلى الهند 3 مرات ويفتحون هذه البلاد. الحمد لله والمنة، جاءت إلى أفغانستان إسلام في زمان عبد الرحمن بن سمورة رضي الله عنه، كما قال أبو داود السجستاني رحمه الله في صلاة الخوف. كما عرفتم أن أبو داود رحمه الله قد بحث في في مسألة صلاة الخوف، وقد أطال هذه المسألة في كتب صحاح 6، ما أطال كما أطال أبو داود رحمه الله. ويذكر هناك كابول، ويقول عبد الرحمن بن سمورة نحن صلينا صلاة الخوف بكابول. الحمد لله، نحن نفتخر به أن كابول قد ذكر في صحاح 6. وأقول فلا أطيل كلامي وأقول الكلمة أخرى. كابول أيضا في ميدان العلم، كما سمعتم الدكاترة والشيوخ أن نافع مولان بن عمر كان من كابول، ومكحول الشامي الكابل كان من أساتذة كل صحاح 6. كما سمعتم أن إمام البخاري وإمام مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه كلهم ينقلون ويروون عن مكحول الشامي وعن نافع لمولى بن عمر هما من كابل، كما يقوله إمام الذهبي في تاريخه المشهور بالتاريخ الإسلام من أكبر التواريخ العالم الإسلام. وأرض أفغانستان أيضا الحمد لله في ميدان العلم قد اشتهرت، لكن نحن كنا مشغولين هنا بالجهاد.
أفغانستان الحمد لله في العالم الإسلامي أول من شرح البخاري هو من أفغانستان الحمد لله، كما قاله علامة بدر الدين الزركشي الشافعي رحمه الله في كتابه المسمى بالكواكب الدراري بالترجمة للإمام البخاري باللغة العربية. تعرفون الزركشي من أشهر علماء العالم الإسلام، فيقول في كتابه أول من شرح البخاري وإمام الخطابي الحمد لله هو من ولاية جنوبي أفغانستان هلمند هو مقبرة في هذه 20 سنة للكفار والأمريكيين. الحمد لله هو أول من شرح البخاري. إمام الخطابي البستي أنتم تعرفون، إمام الخطابي تعرفون، ينقلون عنه إمام مسلم وعلامة ابن الحجر وكل شراح كتب الأحاديث ينقل عن إمام الخطابي البستي، هو من أفغانستان الحمد لله. أنا أختصر إن شاء الله. وإمام أبو داود السجستاني رحمه الله هو من سحال 6 من أفغانستان من ولاية هلمند. البست هو قلعة مشهورة قبل الإسلام، قد بنيت قبل الإسلام، وهذه القلعة هو بناها أنوشيروان من أكاسرة الجمهورية الإسلامية الإيران. وإمام البغوي محيي السنة، إمام البغوي صاحب مصابيح وشرح السنة من أفغانستان، من ولايتنا البعيدة إلى غرب شمال غرب أفغانستان بادغيس، هو من البغشور من أفغانستان الحمد لله، هذا من كبار العلماء الأفغانستان. وأيضا هذا الشيخ هو من كبار علماء الأفغانستان الحمد لله. لهذا الشيخ الآن كتابين، هذا طالعت وهذا زميلي. الشيخ قد ألف كتابا المتين في الفقه، تنظروا هذا الكتاب ممكن في النت موجود هذا الكتاب. هذا الكتاب في اللغة العربية، وقد ألف كتابا الآن الحمد لله نحن نريد أن ندخل هذا الكتاب في دروسنا النظامية، معتمد ما تريد في العقائد، كتابا مفيدا الحمد لله. يعني هذا تاريخنا في الميدان العلمي الحمد لله. وأطول من هذا، نحن نعتقد ونعرف أن مسألة التعليم من أهم المسائل، هذا معتقدنا. لكن هنا في أفغانستان بعض المشاكل. أنتم تعرفون أن أرض أفغانستان، يعني شعب أفغانستان ما هم أكثر أهل الحضارة، أكثر أهل شعب أفغانستان هم يعني حياتهم حياة بدوية، وأكثر المناطق الأفغانستان هم أهل بدو، يعني حياتهم البدوية، فلا نستطيع أن نقنعهم في السنتين. ونشكركم بمجيئتكم، الله يبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.